السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي فراويل، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ عشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك، يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايب قلبي. هتتكلمي على ايه يا فراويلة؟ انا معايا موضوع واحد بس هتكلم فيه يا حبايبي، وهو ايه بقى الموضوع؟ موضوع مصطفى داوود والبث اللي كان فاتحه على الخالة حلمية ونرمين بنتها. نمسك يا حبايبي بقى نقطة نقطة كده ونحلله دم وبول وكل حاجة. طلع يا حبايبي من أول البث، طبعا احنا قاعدين بقى ايه نسمع البث يعني العالمي بتاعه بقى، عمال طبعا يهدد في نرمين وعايز يجيب حق أخته شريهان، واحنا قاعدين طبعا نشوف الاخر ايه، ويحمر في عينه يا حبايبي وايه، واخداه الجلاله وقاعد متجعز بقى على الكنبه كده وايه، واخداه الرجوله والشهامه. طيب ماشي، نسمع اخرته ايه. قعدنا يا حبايبي سيبنا بقى اللي في ايدينا وقلنا ما نسمع الريس بقى صاصه هيقول ايه. قاعد طبعا، فينك يا لبنى، فينك يا حنان، فينك يا رانا، فينك يا عيال سعدية، فينكو ما تجيبوا حق اختكوا شريهان، اختكوا شريهان ما تجيبوا حقها، فينكوا يا عيال سعدية، محدش جايب حق اختكوا ليه؟ امال انتوا ايه لازمتكوا؟ ايه يا حبايبي، احنا طبعا قاعدين نسمع الكلام شغال يدي يا حبايبي في الاسفين والحقن من تحت لتحت، ويناشد الاخوات تطلع على بعض، ولو ما جبتوش حق شريهان انا هجيب حقها، بس تحرموا عليا، تحرموا عليا يا لبنى، فينك يا حنان يا كبيرة يا اللي مقام امهم، فينكوا يا عيال سعدية. دخلت الخالة حلمية يا حبايبي عملته مهلبية. قاعد طبعا يا حبايبي بقى مش قادرة اقول لكم، دب 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 الباب خبط يا حبايبي، لقينا داخله الخاله حلميه. شابوه ليكي يا خاله حلميه، احنا كلنا طبعا استجدعناكي وانت ست ب100 راجل، بس انتوا خرجتوا الست عن شعورها. قاعد طبعا ياخد حق اخته شريهان، وعمال طبعا هي عشان معاها الصبيان، هي عشان معاها الصبيان بيتعمل فيها كده، هي عشان معاها ده انا اللي هاخد لها حقها، انا اللي هقف لها، وقدامكم النهارده الجمعه، من الجمعه للجمعه الجايه لو ما جبتوش حقها انا محدش يلومني، انا اللي هطلع اجيب لها حقها. كان كسر حجك انت وهي. والمهم يا حبايبي قاعد طبعا وانا والحديد التانى، وانا مش هسكت. اوف، ده انت كمان مش هتسكت زي اختك ام الدواهي؟ هي النغمه كلها واحده، والله ما هسكت، واللي على راسه بطحة ويا نرمين انا مش هسكت لك. انت ما هنش عليكي يا حلمية تديها بالقلم. يا راجل افتكر ان الخالة حلمية لما كنت تعبان كانت قاعدة تحت رجلك هي وعم تسوقي، والراجل قاعد يعيط. ايه يا اخويا، بص لطارق اللي جه يجري عليك وبقى قاعد جنبك يا خالي يا خالي. ما تبص للناس دي، انت ما بتشيلش جميل حد، انت نسيت على طول الجمايل بتاعتهم ووقفت ضدهم رغم اول ما سمعوا بتعبك، لما كنت طالع مدلدل دماغك ومستموت فيها وطالع عامل فيها ان انت بتموت، اول ما لقيتهم حواليك كانوا هم. وعم تسوقي قعد يعيط الراجل بدموع غالية، الراجل الأصيل. والخالة حلمية بقت والنبي يا جماعة سامحوه، والنبي يا جماعة ادعوا له، انت نكار الجميل ليه كده؟ طالع عليهم النهاردة عمال تهدد فيهم وتهدد في بنتهم. هي نرمين دي مش بنتهم وهتوجعهم زي ما اختك ما وجعاك؟ اختك فيها ايه؟ اختك وجعاك، اختك لسانها قد كده، اختك ماشيه دلدوله ولا داهيه الدواهي، ممشيها بال5000 جنيه رميهم لها، واختك طالعه على الكبير وعلى الصغير مش ساكته يا اخويا. شرهان بتاعتك اللي انت فاكرها مسكينه وغلبانه ويا عيني يا حرام عشان معاها الصبيان هم عاملين فيها كده، لو النبي بجد. طب ما ام الدواهي داهيه معاها 3 صبيان، 3 رجاله، ها، وطالعه عامله عمايلها في اختها. والخاله حلميه ما معاها طارق ربنا يحميه لها، صبيان ايه وبنات ايه وهبل ايه اللي انت طالع تتكلم فيه؟
ايه اللي انت طالع تتكلم فيه؟ ولو شفتكوا في المقابر عند امكوا هعمل واسوي فيكوا يا عيال سعديه. والله العظيم الخالة حلميه دخلت عملت من فخدك شاورما مهلبيه. دخلت ظبطتك على القبله الخالة حلميه. والله بنت ابوكي يا خالة حلميه شابوه ليكي. ايوه كده، الصنف ده تديله على دماغه وما تسكتلوش، وبعد الضنا مفيش. انت سكتي كتير. انت كان المفروض تطلعي الطلعه دي وتوقفي كل واحد عند حده عشان كلهم يخرسوا ويسكتوا، وكل واحد يلتزم الصمت، كل واحد عيله عنده غاله وضناه عنده غاله. اشمعنى نرمين كبش الفدا بتاعكم؟ واشمعنى نرمين اللي انتوا عمالين تعملوا اقصى ما عندكم عشان تخربوا بيتها وتطلقوها وتشوهوا سمعتها؟ ليه؟ ايه اللي هتستفيدوه؟ ايه اللي هتستفيدوه؟ وطالعين عاملين عمايلكم، وبعد ما كان قاعد عامل فيها 70 راجل في بعض يا حبايبي، الخالة حلمية راحت له ظبطته منك ليه؟ انت وهي. انا هبعتها لك بكره، انا هبعتها لك بكره. طب ما كان من الاول خليك محضر خير، ودي اختك ودي اختك، وما تتدخلش. عايز تتدخل بالخير اتدخل، مش عايز خلاص حط لسانك في بقك واسكت. ما كان من الاول لازم اما تيجي لك وتديك فوق دماغك وظبطتك على القبله رجعت في كلامك. وايوه انا هبعتها لك بكره يا شريهان. شريهان طارق بيقول ان انت كنت بتاخدي من المحفظه بتاعته فلوس يا شريهان. طب ما طارق قال على البث هو طارق مستنيك تغبص له؟ طارق مش مستني ان انت تغبص له، طارق قال وكلنا سمعناه قال، بيحكي حاجه كانت بتحصل. يعني هو ما كانش وحش مع شريهان، يعني مش عيب ولا حرام، هو بيفهمك هو قد ايه كان كويس مع خالته. فما فيش داعي للي بيحصل. وتعالي لهم بكره يا شريهان، وروحي لهم بكره يا شريهان، ومنك ليهم يا شريهان، وانت منك ليهم، وانتوا. طب ما كان من الاول لازم تطلع للتهديدات وقله الادب؟ امال بيقولوا الخال والد ايه؟ هي الدنيا ايه؟ هو الدنيا ايه بالظبط؟ وانا مش محتاجه القناه، والله ما محتاجه. وتطلع شريهان تقول مش محتاجه القناه. ما انتوا فاتحين بثات 24 ساعه ليه؟ اما انتوا مش محتاجينها. انتوا طالعين تضحكوا على المتابعين. انتوا كلاب مشاهدات وكلاب بثات، وانتوا كلاب داعمين. انتوا ما تعرفوش تبقوا مش مستغنيين عن القناه. القناه دي اللي منضفاكوا. ايه اللي انتوا طالعين تقولوه؟ طبعا الخالة حلمية ايوه انا بشاهد المتابعين، تقول لها ام المتابعين وتشتم المتابعين. المتابعين دول اللي قاعدين يتفرجوا عليك ومعليين لك الريتش بتاع القناه وبيخلوك تقبض اخر الشهر، ما يستاهلوش ان انت تغلط فيهم. المتابعين اللي انت طالع تقول لهم امكم وابوكم وتغلط في المتابعين باقذر الشتايم وعمال تصفر من مناخيرك، ها ده انت ابو موته، ده انت كنت لسه من كام يوم ميت. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. خلاص نفضته وطالع فارد صدرك قوي. ده انت كنت من ايد ربنا، يعني المفروض تاخد موعظه بايدك تصالح اخواتك البنات صالح، مش بايدك شد بلاستر على بقك. بدل ما انت فاتح وقاعد 24 ساعة على البسات ولا مش محتاج القناة. انا ساكت، انا مش هسكت لحد تاني، وهقول كل حاجة، انا هفتح كل حاجة. هتقول ايه؟ انت هتقول ايه؟ ما نرمين زي حبيبة، زي حنان، زي شريهان، كلكم زي بعض. هو في ايه بالظبط؟ انتوا عاملين احزاب وعاملين فرق ليه كده؟ ما تتهدوا شوية والكبير يلم الصغير. بس للأسف انتوا خلاص بقيتوا تعبدوا المشاهدات، وكل العيلة بصراحة ربنا بقيتوا في منتهى قلة الأدب. انتوا كلكم عايزين ايه من الخالة حلمية؟ وعايزين ايه من عيالها؟ عايزين ايه منها؟ الست بقالها 5 سنين بتتهاجم ببنتها وسمعة بنتها وابنها كمان. ابنها طلعته عليه بتاع مخدرات وبتاع حريم وبتاع. هو في ايه؟ انتوا ولا عاتقين راجل ولا عاتقين ست، وانتوا عاملين زي الكلاب السعرانه على عيالكم. ما تتهدوا شويه بقى وخافوا ربنا يخرب بيوتكم. وطبعا ام الدواهي يا حبايبي، داهيه الدواهي منزله منتدى صوره حمار. لا مؤاخذه يا حبايبي، من بعد احترامي ليكوا اخواتي وحبايبي طبعا، وكاتبه اما الحمار مش عارفه يتكلم احنا نسكت، حاجه زي كده. انت هو دوت اللي انت كنت عماله تسعي فيه ان الخاله حلميه تطلع بالمنظر ده. بس احنا كلنا مقدرينها ومقدرين شعورها ومقدرين موقفها، وعمرنا ما هنتغير منها، لان خلاص انت قعدتوا تضغطوا على الست لغايه ما كلها طفح.
الحمار ده يا ام الدواهي اللي عمال ينهق كل يوم البسات الصبح وبالليل ويطلع انا مش هسكت، ومن على السطح وتحت السطح ومن الشقه ومن المطبخ ومن فوق ومن تحت. هو ده الحمار اللي على طول بينهق، والكلب اللي بيهوهو. والنهارده شابوه ليكي يا خالة حلمية. طلعت الخالة حلمية النهارده لجمت كل الحمير والكلاب اللي بتعوي، ووقفت كل واحد عند حده، ولبت كل واحد على قفاه. هو دوت اللي الست الجدعة لازم تعمله، وهو ده اللي الست حلمية. احنا كلنا معاكي يا خالة حلمية، وكلنا واقفين في ظهرك، وكلنا صدادة ليكي، وما تشغليش دماغك بحد يا خالة حلمية. هم عايزين يوصلوا لك لكده، وانت يا طارق ما تتسرعش وما تنفعلش، واهدى يا طارق. هم عايزين يضيعوك يا حبيبي، لا خليك لامك ولابوك وشوف محتواك وشوف شغلكوا، وسيبك منهم يهوهوا زي الكلاب. اوعى يستفزوك ان انت تطلع عن شعورك، ولا قاعد على قهوه ولا قاعد هنا ولا قاعد لهنا. لا يا حبيبي، انت امك طفحانه الدم عليك وابوك طفحان الدم عليك، ما طلعتش بالساهل. خليك، ده انت اللي منور عينهم وانت اللي مفتح عينهم يا طارق. ما تمشيش ورا الهرج والمرج وقله الادب اللي داهيه الدواهي عايزاه. ده هي عايزه تضيعك. صدقني يا طارق، اللي احنا شايفينه الست دي عايزه تضيعك. فانت يا بابا خليك لامك ولابوك، ربنا يحميك، وما تمشيش ورا القرف اللي هي عايزاه، عشان العيله دي كلها عايزين يتفرجوا على الخالة حلميه وعيالها. انا شايفه ان العيله دي كلها كده، حتى اللي ساكت وما بيتكلمش بينخور من تحت لتحت. فكلكم لكم لسان، ومحدش فيكم غلبان، وكلكم طبعا داهيه الدواهم ماشياكوا بريموت كنترول. ترمي الجي 5000 يلا اطلعي قولي، وترمي الجي وانا اختيه وجاي ياخد حجيه. هي ماشيه بالمبدا ده يا حبايبي، بتاعت الحما اللي اتضربت من مرات ابنها وطلعت اختها يا حبايبي على التلفزيون ماسكه العصايه، انا اختيه وجاي ياخد حجيه. فهي مطلعه اخواتها عشان خاطر يقفوا قدام قنوات النقد ويقعدوا يشدوا ويرخوا ويشتموا ويقل ادبهم، والقنوات تطلع عليهم وترجع بعد كده تقول لك انا اختي وجاي ياخد حجيه. كسر حجك انت وهي، وكسر حجكم كلكم، عشان انتوا عالم ظلمه. انتوا عالم ظلمه. بطلوا تبخير، وبطلوا تمسكوا الطبله، وبطلوا شغل الرخص اللي انتوا فيه ده يا عالم يا رخيصه. سيبوا الست في حالها. ده النهارده في البث بتقول له ايام ما كنت بزرع عمري ما جيت خبطت على بابك واقول لك اديني اكله رز. يقول لها ما اديكيش عمري وانا بجهز بنتي خبطت على بابك ولا قلت لك تعالى جهز لي بنتي. يقول لها ما اديكيش، بكل بجاحه وبكل قداره. فين الاخوات الرجاله اللي بتبقى سند للاخت؟ وفين الاخوات الرجاله اللي بيبقوا ظهر وسند بعد الاب وبعد الام؟ لكن للاسف كله كلاب فلوس. اخص عليكم، اخص عليكم بصراحة ربنا. الواحد يعني مكسوف ان يعمل فيديو زي دوت. ارحموها شوية، ارحموها شوية، سيبوها تاكل عيش، وسيبوها الست مكفية على قناتها وكافية خيرها شرها هي وجوزها وعيالها. انتوا عايزين منها ايه؟ ما تسيبوها في حالها، ما تسيبوها في حالها. عمالين تنكشوا فيها وتضغطوا عليها، وانت ما جبتش حق نرمين لما كانت اختك سباها ومبهدلاها كنت عامل نفسك ميت. اشمعنى شريهان اللي طالع محموق قوي واخد برشمتين جراءه وطالع جيب حجيها ومش هتسكت، ومن الجمعه للجمعه وهتقلب الدنيا وهتسوي الهوايل، واول ما الخالة حلميه جات لك استخبيت بقيت تتأتأ في الكلام، حتى مش عارف تجمع كلمتين. حتى مش عارف تجمع كلمتين. في ايه؟ ما تهدى على نفسك شويه كده، قوم اغسل وشك كده وروق دمك كده. ده القرف اللي انت طالع لنا بيه. ده انت كبير من الصغير للبهدله والبس اللي انت فاتحه قاعد قدامه. ها حبايب قلبي، والنبي في راجل محترم يقول يا حبايب قلبي؟ قلة الادب دي. وانا مش محتاج القناه، انا مش محتاج لها القناه. امال فاتح بس ليه يا اخويا؟ فاتح بس ليه؟ وشريهان اللي عماله تتسلف وتشحت من هنا ومن هنا مش محتاجه القناه. انا سكرها من الصبح، من الصبح اسكرها. طب ما تسكروها وارحمونا من قرفكم، ما تسكروها وارحمونا من قرفكم. بدل ما انتوا طالعين بقرفكم كده على السوشيال ميديا مبهدليننا. انتوا عرتونا وكسفتونا قدام العرب، يخرب بيوتكم. بس يا حبايب قلبي، انا هو الكلمتين دول بصراحه ما قدرتش انام الا لما اطلع لكم واتكلم معاكم يا حبايب قلبي في الموضوع دوت.
ويا رب بقى يبقى فيه نهايه. وطبعا بيناشد استاذ عاطف الذهبي، الف سلامه عليك يا استاذ عاطف، انا سمعت منه طبعا ان انت تعبان، شفاك الله وعافاك. بيناشد استاذ عاطف ان هو يعني فات 10 ايام وما اتدخلش. اما انت لازمتك ايه؟ ما انت قاعد لا مؤاخذه يعني، وما انت لازمتك ايه؟ والتاني لازمته ايه؟ والاخوات الرجاله دي لازمتهم ايه؟ لما كل اخ كده يمسك اخته ويقول لها بس شد بلاستر على بقك، اسكتي ما اسمعش صوتك، هتسكت، هتقول اه ده في رجاله واقفه لنا وهتعمل لكم 100,000 حساب. انتوا معاكم البنات معاها رجالتها، وانتوا بس خيال مآتة. يلا بسك عليه واطلعوا لايفات واطلعوا بسات، واخر الشهر روحوا اقبضوا، وطالعين بس بقرفكم وبقله ادبكم على الست الغلبانه المكافحه هي وجوزها وطفحانين الدم وشاربين المرار. سيبوها في حالها، سيبوها في حالها، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. سيبوها في حالها، ارحموها بقى شويه. انتوا عايزين منها ايه يا خالة حلمية؟ ما تبصيش تحت رجلك، بصي قدامك وخليكي زي ما انتي، خليكي زي ما انتي، انتي قهراهم وفرساهم وجهراهم يا ملكة، انتي الملكة بتاعتهم، الملك هو الله طبعا. خليكي زي ما انتي وخليكي ماشيه زي ما انتي، ما تخليهمش يطلعوكي عن شعورك، عشان هم عايزينك تطلعي تردحي وتقدحي عشان تبقي شكلهم وتبقي شبههم، ومتابعينك يزعلوا منك وداعمينك يزعلوا منك. هم دول اللي عايزين يوصلوه. فخليكي يا خالة حلمية زي ما انتي، احنا واخدين عنك الجدعنه والشهامه، ويعني بصي الفيديوهات الجميله بتاعتك والبثات الجميله بتاعتك. خليكي زي ما انت يا خاله حلميه، ما تخليهمش ينفذوا اللي هم عايزينه، وخليهم يهوهوا وينهقوا زي البهايم. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.